السلام عليكم. طنش، تعيش، تنتعش. عجبتني الثلاث كلمات دول أول لما سمعتهم، حسيت إن هي الحالة اللي المفروض الواحد يعيش فيها أو اللي أنا عايشة فيها حاليا. طنش، فعلا طنش أي حاجة ممكن تضايقك، طنش أي حد ممكن يعكر مزاجك، طنش أي حد يقعد ينتقدك مش علشان تبقى أحسن، لأ، عشان يبين إن أنت إنسان وحش. طنش علشان تعيش أفضل. يمكن الواحد كان الأول بيقعد يحلل كل تصرف بيحصل من الناس له، يعني أي كلمة بقى تتقال، إيه ده، هو قال لي كده أو قالت لي كده، كان قصدها إيه؟ أنا من الناس اللي بصراحة ما بعرفش أرد على طول، يعني لازم أخد كده الكلام على أعصابي يحرق دمي وبعدين أبدأ بعد كده أرد بقى في قعدة تانية أو أتصل مخصوص علشان أكلمهم، وإيه ده، أنت إزاي تقول لي كده، أو أنت إزاي تقولي لي كده، أنت إيه قصدك؟ وإلا بقى لو طلع قصدها أصلا إن هي تهد مني أو تضايقني، لا كنت بقى متحفزة وكنت كمان اخد جنب كده وابعد، ولا خلاص. حسيت ان الموضوع ده بيزعل ناس من كتير لحد ما وصلت لكلمة طنش. يعني نصيحة مني، لو لقيت ان القعدة فرضت عليك واحد من النوع ده اللي هو يعني عايز يهدك او يقلل من قيمتك قدام الناس، او حتى يقول لك كلمات كده تحرجك، حاول ترد عليه في نفس القعدة وبنفس طريقته، او تطنشه، او تخلي علاقتك بيه سطحيه خالص، يعني ما توجهلوش كلام، وحتى لو وجه لك كلام طنش طنش خالص. بجد صدقني كده هتعيش احسن. تبعد عن الناس اللي دايما بيهدوك ويكسروك، عايزينك تبقى دايما في اوحش صوره بالنسبه للناس كلها، عايزينك دايما مش حاسس بمقدار نفسك ولا حاسس بقيمه اللي حواليك. هم دول اللي لازم يطنشوا. بس خلي بالك، هتلاقي نوعية تانية من الناس تقولك ايه ده، انت كنت بارد قوي في ردك عليه، انت ازاي تسكت له، انت ازاي بالكلمات البسيطة اللي انت رديت بيها عليه دي فاكر ان انت خدت حقك، انت ازاي تسيبه يعمل كده. لا، طنشهم برضو، مالكش دعوة بيهم، انت رد على قد ما انت عايز ترد، ومن غير ما تعمل مشكلة ولا خناقة. الواحد لما بيكبر وينضج كل شوية السن يمر بيه بيحس لا ان ايه ده، هو كان داخل في صراع جامد جدا مع الناس البايخة دي ليه؟ طب ما كان يتجنبهم او يطنشهم او يرد عليهم بس في حدود. يعني حاول تبعد عنهم، وشوية شوية الدايرة الوحشة دي هتبعد هي عنك، وهتلاقي الدايرة الطيبة، الناس اللي شبهك. أنا كل مرة أقول لكم في فيديو من فيديوهاتي، خلي بالك من الناس اللي شبهك، ما تكلمش ولا تتعامل ولا تصاحب غير اللي لايق عليك. بجد نصيحة مني، حاول ما تعيش في صراع مع اي حد فرض عليك الصراع ده، حاول ان انت تخليه يبعد عنك على قد ما تقدر عشان تشتري صحتك. انتوا عارفين ان الحالة النفسية بتأثر على الحالة الصحية، انتوا عارفين ان في امراض كتيرة قوي بتيجي نتيجة الضغط النفسي الفظيع اللي الواحد بيبقى داخله. اه انت ممكن يتفرض عليك كلام وحش، قعدة وحشة، ناس وحشة، كل ده، بس ده في الاخر هيخسرك صحتك. عشان كده طنش، تعيش، تنتعش. السلام عليكم. طنش، تعيش، تنتعش.